السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ولسه مستمرين في تجهيزات شهر رمضان الكريم. اعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم مجموعة من التفريزات وان شاء الله هتعجبكم، هتوفر عليكي وقت وهتوفر كمان عليكي مجهود، هتتعبي ساعة وهترتاحي باقي الشهر. تعالي معايا شوفي التفريزات المهمة اللي هعملها معاكم النهارده. بس لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم مجموعه من التفريزات هتطلع من الفريزر على التسويه على طول. واول حاجه هفرزها معاكم هي البرجر. هعمله معاكم بأسهل طريقه ومن غير ما يكش ولا يفك. معايا نص كيلو لحمه مفرومه وعليها 100 جرام دهن، وبصلايه متوسطه ومفرومه ناعم، والبصله صفيتها من الميه وميه البصل هنتبل بيها فراخ او لحمه، ومعلقه كبيره نشا، ومعلقتين كبار بقسماط، وبياض بيضه. النشا مع بياض البيضه بيدي للبرجر تماسك وبيخلي البرجر هش ومش مكتوم. والتوابل اللي هحطها على البرجر: معلقه كبيره بابريكا، معلقه صغيره توم بودره، معلقه صغيره بصل بودره، معلقه صغيره من السبع بهارات او بهارات اللحمه، ومعلقه كبيره مليانه بهارات برجر. وبهارات البرجر عملتها معاكم قبل كده. ومعلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره ملح. وهبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هحط البصل على اللحمه المفرومه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط النشا والبقسماط، بسم الله، والبهارات، وهخلط اللحمه المفرومه مع باقي المكونات، بسم الله الرحمن. وهحط كمان معلقه صغيره مليانه بيكنج باودر عشان البرجر ما يكشش معاكي، بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط بياض البيضه، بسم الله الرحمن الرحيم. وهخلط المكونات مع بعضها لغايه لما اللحمه تكون ناعمه او هتخلطيها في الكبه، بسم الله الرحمن الرحيم. خلطت مكونات البرجر مع بعضها كويس جدا لغايه لما اللحمه نعمت وفترت. هشكل البرجر وبتشكلي البرجر حسب رغبتك. هشكل البرجر على غطا برطمان، ممكن كمان بتشكلي البرجر على علبه الجبنه النستو، او هتشكلي البرجر بمكبس البرجر. وكيس ثلاجه فتحته على 4، هحطه في غطا البرطمان، بسم الله الرحمن الرحيم. وهاخد قطعه من لحمه البرجر هعملها كوره واحطها على كيس التلاجة اللي في غطا البرطمان وهفردها. وبتعملي حجم البرجر حسب رغبتك، عاوزاه كبير، عاوزاه صغير، عاوزاه تخين، عاوزاه رفيع، حسب رغبتك. انا بحب اعمل البرجر وسط. وبتساوي البرجر عشان البرجر ما يكونش فيه حته تخينه وحته رفيعه بالشكل ده. وبظهر السكينه بتعملي خطوط في البرجر، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده. وبتقلبيه على الجنب التاني وبتعملي برضو بظهر السكينه خطوط بالشكل ده. وهتلفي البرجر بالكيس، بسم الله. وبالشكل ده البرجر بيكون معاكي مغلف زي اللي بتشتريه من بره بالظبط. هعمل واحد تاني. هاخد قطعه من كيس التلاجة وهحطها في غطا البرطمان، وهاخد قطعه من البرجر وهكورها وبحطها على الكيس اللي في غطا البرطمان، وهفردها خليها كلها سوا واحد. وبظهر السكينه بعمل خطوط بالشكل ده. والجنب التاني ظهر السكينه بعمل خطوط بالشكل ده، وبغلفه في كيس التلاجة بالشكل ده. وهتحفظي البرجر في الفريزر، وعند الاستخدام بتطلعي البرجر من الفريزر على التسوية على طول. ومن تجهيزات شهر رمضان الكريم أعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. هعمل معاكم كفتة البرغل، هعملها معاكم بطعم الحاتي وبكمية وفيرة وبأسهل طريقة وإن شاء الله هتعجبكم. واول حاجه هعملها معايا ربع كيلو من البرغل مغسول كويس جدا، وهنقع البرغل في ميه سخنه لمده نص ساعه، بسم الله. هسيب البرغل منقوع في الميه السخنه لمده نص ساعه، وبعد نص ساعه بصفي البرغل تماما من الميه. وبعد نص ساعه صفيت البرغل من الميه السخنه. ربع كيلو البرغل هحط عليه نص كيلو من اللحمه المفرومه، وممكن كمان بتعملي نص كيلو من اللحمه المفرومه مع نص كيلو من البرغل، بس عملت نص كيلو من اللحمه المفرومه مع ربع كيلو من البرغل عشان عاوزه طعم اللحمه يبان في الكفته. ومعايا كمان بصلايه مفرومه ناعم، والتوابل: معلقتين كبار بابريكا، معلقه كبيره بيكنج باودر. بيكنج باودر بيخلي الكفته طريه وهشه، وكمان بيخلي الكفته ما تكشش معاكي قوي. ومعايا كمان معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. الفلفل الاسمر بيدي طعم حلو جدا للكفته.
ومعلقه صغيره ملح، والملح حسب الرغبه. ومعايا كمان 3 معالق كبار من ليه الخروف مبشوره. ليه الخروف بتدي طعم حلو جدا للكفته. واخر حاجه معايا كيس من خلطه الكفته، او هتحطي معلقتين كبار من السبع بهارات او بهارات اللحمه. وهبدا بسم الله الرحمن الرحيم وهعمل معاكم كفته البرغل بطعم الحاتي، وان شاء الله هتعجبكم. في طبق واسع عشان نعرف نقلب المكونات مع بعضها كويس جدا، هحط البرغل بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط البصله بسم الله الرحمن الرحيم، والتوابل والليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهخلط المكونات مع بعضها كويس جدا بسم الله الرحمن الرحيم. خلطت البرغل مع البصله والتوابل والليه كويس جدا. هنزل باللحمه المفرومه بسم الله الرحمن الرحيم، وهنزل كمان بكيس خلطه الكفته بسم الله الرحمن الرحيم، وهخلط المكونات مع بعضها كويس جدا لغايه لما تكون معايا الخليط ناعم. بخلط لغايه لما اللحمه تكون معايا ناعمه وبتفتل. خلطت مكونات كفته البرغل مع بعضها كويس جدا لغايه لما اللحمه بقت معايا ناعمه وفتلت او اللحمه عملت خيوط. هدخلها التلاجة تشمع نص ساعه وهرجع اشكلها معاكم. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم وهشكل الكفته. معايا ميه بصل، حط عليها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر ورشه من السبع بهارات او بهارات اللحمه، ومعلقه صغيره من الزيت، ومعلقه صغيره من الكاتشب او معلقه صغيره من صلصه الطماطم. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم وهصبع الكفته. هبل ايدي بميه البصل، وببل كمان سيخ الشوي، وكمان هتشكليها على ايد معلقه خشب. هاخد قطعه من اللحمه بسم الله الرحمن الرحيم وبكورها، وبتعملي حجم صبع الكفته حسب رغبتك، وبحطها في سيخ الشوي بسم الله الرحمن الرحيم، وهتعملي حجم صبع الكفته حسب رغبتك. بتساوي صبع الكفته على السيخ بسم الله الرحمن الرحيم، بتخلي صبع الكفته كله سوا واحد عشان سواه يكون كله سوا واحد بالشكل ده بسم الله الرحمن الرحيم. وده شكل صبع الكفته بعد ما شكلته. هحطه في طبق بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل واحد تاني. هبل ايدي بميه البصل وببل السيخ، وباخد قطعه من اللحمه وبشكلها على سيخ الشوي بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. احطها في الطبق. وخلصت تشكيل كفتة البرغل بسم الله ما شاء الله. دي الكمية اللي طلعت من نص كيلو لحمة مفرومة مع ربع كيلو من البرغل. بسم الله ما شاء الله، شكلها حلو جدا. جربيها على طريقتي وان شاء الله هتعجبك. ويلا وفري وقت ووفري مجهود وجربيها على طريقتي واعمليها لشهر رمضان الكريم وان شاء الله هتعجبك. وهتحطيها في طبق فل او في طبق تلاجة وبينهم كيس تلاجة، وهتغلفيها بستريتش او بكيس تلاجة وبتحفظيها في الفريزر. وعند الاستخدام بتطلعي الكفته من الفريزر بتفك وبتسويها على الجريل او في طاسه بمعلقتين من الزبده. ممكن كمان بتعمليها فوق صينيه بطاطس بيضه، او هتشويها في الفرن تحت شوايه البوتاجاز. جربيها على طريقتي وان شاء الله هتعجبك. وعلشان اتبل شاورمه اللحمه وهتبلها بابسط واحلى تتبيله، معايا فنجان من الخل، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، رشه من جوز الطيب، معلقه صغيره سكر، ومعلقه كبيره بهارات شاورما. وبهارات الشاورما عملتها معاكم قبل كده، وملح حسب الرغبه، وبصلايه مفرومه ناعم. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم. في بوله او في طبق هحط الخل والتوابل والبصله، وهخلط كل المكونات مع بعضها. وهحط كمان عصير ليمونه بيدي طعم حلو جدا لشاورمه اللحمه. هقلب وهنزل بشرايح اللحمه في التتبيله، وحاطه مع شرايح اللحمه قطعه من الليه او من الدهنه. الليه او الدهنه بتدي طعم وريحه حلوه جدا للشاورما. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلط المكونات كلها مع بعضها. خلطت شاورمه اللحمه بالتتبيله كويس جدا، وهحفظ شاورمه اللحمه في اكياس ثلاجه او في اطباق ثلاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحفظ شاورمه اللحمه في الفريزر. وعند الاستخدام بطلع شاورمه اللحمه من الفريزر بتفك وبسويها في صينيه،
وبحط عليها شرايح من الفلفل الالوان، وممكن كمان بتحط عليها شرايح من البصل، وهتسيبيها في فرن البوتاجاز لغايه ما تستوى، وممكن كمان بتسويها في طاسه. جربي شاورمه اللحمه على طريقتي وان شاء الله هتعجبك. وهفرز كمان معاكم حاجه كل الاولاد بيحبوها، بنشتريها من بره غاليه. النهارده ان شاء الله بصدر فرخه هعمل معاكم اكبر كميه من برجر الشركات، هعمله معاكم باحلى واسهل طريقه، وهيطلع معاكي احلى وانضف من بره عشان انت اللي هتعمليه بايديكي. هعمله معاكم بمكونات موجوده في كل بيت وان شاء الله هيعجبكم. معايا صدر فرخه، وعشان ما اطولش عليكم الفيديو فرمته في الكبه، ممكن كمان بتفرميه في مفرمه اللحمه، وكوبايه من دقيق الرز. ودقيق الرز بيتباع عند العطار او بيتباع في السوبر ماركت. ممكن كمان بتجيبي كوبايه من الرز وبتنقيها وبتغسليها كويس جدا، وبتسيبيها لغايه لما تنشف تماما، وبتطحنيها في مطحنه الخلاط. ومعايا كمان بصلايه مفرومه ناعم، وفصين من الثوم مفرومين ناعم، وبيضه، والتوابل معلقه كبيره من الثوم البودره، معلقه كبيره من البصل البودره، ملح حسب الرغبه، نص معلقه صغيره من بهارات الفراخ، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره بفلفل اسمر، ومكعب مرقه. ومكعب المرقه بيفرق كتير في الطعم، ومكعب المرقه بيدي طعم حلو جدا للبرجر. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم، وهعمل معاكم برجر الشركات. في بوله او في طبق هحط المكونات كلها مع بعضها وهخلطها. هحط الفراخ المفرومه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط التوابل، وبحط مكعب المرقه بعد ما فرقته، والثوم والبصل، وهحط البيضه، وهحط كمان نص كميه دقيق الرز. بسم الله الرحمن الرحيم، وهخلط المكونات مع بعضها كويس جدا. ممكن كمان بتخلطي المكونات كلها مع بعضها في الكبه. بحط بقى كميه دقيق الرز وبخلط. وبعد ما خلطت مكونات البرجر هشكله. هبل ايدي بالزيت واخد قطعه، بسم الله الرحمن الرحيم. وبتعملي حجم البرجر حسب رغبتك، عاوزاه كبير، عاوزاه صغير، عاوزاه سميك، عاوزاه رفيع، حسب الرغبه. وبغطى برطمان غلفته بكيس تلاجة هشكل البرجر، او بتشكلي البرجر بمكبس البرجر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهتفرديها في غطا البرطمان، بتخليها كلها سوا واحد بالشكل ده، وده بيكون شكلها. هحطها في طبق وهعمل واحده تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بالزيت، وباخد قطعه وبشكلها، بخليها كلها سوا واحد، وبسويها من الجنبين بالشكل ده. شوف شكلها حلو ازاي ومظبوطه، وكمان سمكها حلو جدا. هكمل تشكيل برجر الشركات وهرجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله، صدر الفرخه طلع لنا الكميه دي. جربيه على طريقتي وان شاء الله هتعجبك. فيه بسم الله ما شاء الله شكله حلو ازاي. وبعد ما سبت البرجر يرتاح في التلاجة نص ساعه، هعمل الكفر الخارجي في بوله. هحط نص كوبايه من الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، وربع معلقه صغيره ملح، ربع معلقه صغيره كاري، وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وبخلطهم كلهم مع بعض. وهزود عليهم كمان كوبايه من الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلط مع بعض كويس جدا، كوبايه من الميه عاديه من الحنفيه. دوبت المكونات مع بعضها كويس جدا. ومعايا كمان كريسبي او فيجيتار او بقسماط المتاح عندك. هاخد من البرجر وبحطه في الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف البرجرايه ماسكه نفسها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبطلعها احطها في الكريسبي، بضغط عليها الجنب التاني، بضغط عشان الكريسبي يمسك في البرجر بالشكل ده. هحطها في طبق. اعمل واحده تانية. هاخد من البرجر وبنزله في الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. وبطلعه وبنزله في الكريسبي. بضغط عليه وبعمل حواف البرجر، وبالشكل ده البرجر اتغلف من الجنبين بالكريسبي. هعمل الكفر الخارجي لكميه البرجر وهرجع لكم تاني. وغلفت كميه البرجر بالكريسبي، وبتحفظيه في طبق فل او في طبق تلاجة او في اكياس تلاجة، وهتحفظيه في الفريزر. جربيه على طريقتي وان شاء الله هتعجبك.
والنهاردة عملت معاكم مجموعة من التفريزات لشهر رمضان الكريم، أعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. هتنفعك لو انت موظفة، جربيهم على طريقتي وإن شاء الله هتعجبك. ويلا وفري وقت ووفري مجهود وفرزيهم على طريقتي وإن شاء الله هتعجبك. يا رب تكون حلقتي النهاردة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.